السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هندخل فيه مطبخنا ونعمل مع بعض بانيه بطريقة سهلة واقتصادية وجميلة، مش هنستخدم فيها بيض. إن شاء الله الطريقة هتعجبكم وعن تجربة جميلة جدا، جربوها إن شاء الله هتعجبكم. أنا عندي هنا مقاديري: كيلو من صدور الفراخ المخلية، أنا قطعتها شرايح وبعد كده غسلتها بملح وليمون ونقعتها شوية، بعد كده صفيتها سبتها لما تتصفى كويس. عندي البهارات بتاعتي: عندي معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، نص معلقة كركم أو كاري، وعندي عصير ليمونتين، عندي كمان مكعب مرقة، عندي حباية طماطم واحدة، قرن فلفل واحد، بصلة واحدة، معلقة مستردة. بضرب الكلام ده كله في الخلاط، بعد كده بحطه في التتبيلة مش أقل من ساعتين لحد ما تتشرب منها. بحطها في الثلاجة لحد ما تتشرب من التتبيلة. انا في الوقت ده هعمل بقى مكرونة. عندي هنا مكرونة عادية انا بسلقها. احضر الثوم بتاعها، الثوم ده كبير ما شاء الله، احط عليه كمان شوية ملح كده وادعوهم كويس ده كله، والتتبيله بتاعتي في التلاجة من قبل كمان ما اعمل المكرونه. يعني انا بسيبها اقل حاجه في التلاجة ساعتين علشان تتشرب كويس من التتبيله اللي انا حطيتها عليها. هعصر كده الطماطم. بعد كده انا ده كله بسلق في المكرونه، انا هحطها في مصفى تتصفى. هنزل بقى بشويه صغيره من الزيت ومعلقه صغيره من السمن البلدي في الحله، وبعد كده احمر فيها الثوم. يعني مش هحمره، هو بس بيطلع ريحه كده ويميل شويه للون الاصفر. بعد كده هنزل عليها بالطماطم. طبعا الطماطم بتاعه المكرونه انا بصفيها، احط مصفى كده واصفي المكرونه. اصفي الطماطم. لازم الطماطم بتاعه المكرونه تتصفى، ما يكونش فيها قشر بالشكل ده. هنزل بالبهارات بقى، عندي هنا ملح وفلفل اسود ورقتين لورا. اضيف كمان معلقه من الصلصه لما تتسبك. طبعا الصلصه اللي عندي بضيف معلقه من الصلصه الجاهزه دي، بتديها بتخليها حمرا كده، ويعني بيكون طعمها مميز شويه. عندي هنا البرطمان بقرولته زي انا بحافظ عليه، بستخدم منه معلقه جافه، وبعد كده بحطه في الثلاجه الغطا بتاعه لتحت بالشكل ده عشان ما يعملش عفونه او يفسد يعني. هشيل بقى ورقتين اللورا هنا، مش بسيبهم علشان ما يجوش يعني يطلعوا في الاكل كده يكون شكلهم ظريف. هقلب بقى عليهم المكرونه. مجرد ان انا بقلب عليها كده بسيبها 10 دقايق بس على نار هاديه خالص، بتكون اتسبكت كده وخدت الطعم. وخلاص على كده، مفيش اسهل من كده. عندي هنا بقى طلعت الفراخ من التلاجة، هبدأ ان انا اتبلها. انا عندي هنا كيس فيجيتار حار، هحطه على بقسماط عادي شاريه من عند العطار سايب. هقلب فيه الفيجيتار يديه طعم كده وشويه من الحراره، مش عايزاه يكون حر قوي. هبدأ بقى ان انا اخرج البانيه من التتبيله اللي انا عاملاها، بس بحاول على قد ما اقدر اشيله من التتبيله، لان التتبيله دي هي اللي انا هستخدمها بديل للبيض. جربوها والله، الطريقه دي اقتصاديه وجميله جدا وبتكون خفيفه. وبتكون طعمها حلو، خصوصا بقى للناس اللي هي مش بتحب زفاره البيض وما تحبش طعم البيض في الاكل. بشيل كده البانيه من التتبيله، هو خلاص اتشرب قوي من التتبيله ديت، وبرده انا مش هرميها، انا هستخدمها. هضيف ليها كوبايه ميه. لو انت عامله تتبيله كتيره وحاسه ان هي هتكون كتيره، ممكن تشيلي منها شويه وتستخدمي نص التتبيله بس. يعني تستخدمي نص التتبيله او جزء منها وتشيلي منها جزء. هضيف لها بقى شويه دقيق، حوالي نص كوبايه كده من الدقيق الفينو العادي خالص. هقلبه بالمضرب لحد ما ينعم وكله يتجانس مع بعضه. هرجع الفراخ عليها تاني. ده بقى بديل البيض، يعني بديل ما انا هحط البانيه في بيض وبعدين احطه في دقيق واطلعه من الدقيق ارجعه مش عارفه بيض وبعدين احطه في بقسماط. ايه الشغلانه دي كلها صعبه ومكلفه؟ لا، جربوا الطريقه دي هتكون سهله وهتعجبكم جدا. هطلع بقى البانيه من الخليط اللي انا عملته واحطه على البقسماط، واضغط عليه قوي علشان يمسك فيه بالشكل ده. ممكن تعملي الخطوه ديت على اكياس لو انت مش حابه ان انت توسخي اطباق كتير يعني. ممكن تعمليها على اكياس وبعد كده تلمي الاكياس وخلاص ترميها لما تخلصي. هتوفر عليكي برضو في غسيل الاطباق لو مش بتحبي يعني غسيل الاطباق. آه زي ما انتوا شايفين كده، انا بحاول ان انا اعمله كله بقسماط واضغط عليه جامد عشان يمسك. في الوقت ده بقى انا هاخدها احطها في التلاجة او في الفريزر مش اقل من 10 دقايق. انا حمرت بطاطس بقى في الوقت ده كده وجهزت الدنيا على اساس ان انا آه هوفر وقت يعني، وابدا ان انا اطلع البانيه بقى واشتغل فيه على طول بعد ما قعد مش اقل من ربع ساعه او 10 دقايق في الفريزر علشان التتبيله تمسك فيه. وده السر اللي بيخليها مش تقشر منك لما تيجي تسويه. لو مش عملت الحكايه ديت لما تيجي تقليه في الزيت بالشكل ده، الطبقه اللي انت عاملاها اللي هي البقسماط دي هتخلع من البانيه. لكن لو حطيتيه في الفريزر هتمسك وهتكون جميله معاكي قوي. احمره كده في الطاسه وكذا مره بقى ان انا اقلبه على الناحيتين. اول ما احس ان هو بدا ياخد
لون دهبي اقلبه وارجع تاني ان انا اقلبه على الناحيه التانية واقلبه على كده علشان احس ان هو استوى. النار بتكون متوسطه، ما تحطوش على نار عاليه قوي، لو اقل من المتوسطه كمان ما خليهاش برضو بارده قوي عشان مش يشرب زيت. ماشي، انا عاوزاه يكون على نار متوسطه عشان ياخد لون حلو من بره كده على مهله، وكمان يكون مستوي، ضمنت ان هو استوى كويس من جوه. هبدا ان انا اخرجه كده بعد لما احس ان هو استوى. وطبعا انا زي ما قلت لكم بقلبه كذا تقليبه، بفضل واقفه جنبه، مش بحطه واسيبه لما يتحرق او لما ياخد لون من ناحيه لون غامق وبعد كده اقلبه على الناحيه التانية، لا، انا بقلبه على كذا مره، مره كده ومره كده لحد ما اتاكد ان هو بقى له كله لون موحد واستوى كويس. انا بحاول ازنقه كده شويه في الاول عشان عارفه ان هو بيكش، لما بينزل في الزيت هيكش والطاسه هيكون فيها فراغ. اوعوا لما في ناس بتعمل حاجه غلط وقريت عنها انها غلط، ان انت لما تحطي البانيه يستوي هيفضل مكان فاضي يكون فيه جزء استوى فتروحي مكمله الطاسه بالني، ده غلط. ان انت تحطي ني على مستوي ده بيساعد على انتشار الميكروبات تقريبا او حاجه زي كده. يعني انا قريت مره ان هي الطريقه دي غلط وانا ما بحبهاش بصراحه. يعني انا بحس ان انا احط ني على مستوي، طب هيزفر المستوي وهيكون طعمه مش لطيف. لا، ثبت كمان ان هو الحكايه دي مش صحيه. لا، انا بحط مره واحده وبشيله كله مره واحده، ما بحطش جديد غير لما اطلع اللي في الطاسه كله. بالنسبه للناس ممكن تعلق على الطاسه او كده، الطاسه دي كفايه يا جماعه، يعني هي لونها كده طبيعي اصلا. فلما بدات تعمل شال منها طبقه كده في النص، فبدانا ان احنا نستخدمها للتحمير. يعني هي مش محروقه، لا، هي لونها كده اهو زي ما انتم شايفين. انا بقلب على كذا مره، حطيت كمان دور علشان تشوفوه تاخدوا بالكم منه. بجيبه يمين وشمال كده كذا مره لحد ما اتاكد انه استوى وبقى كويس خالص وخد اللون اللي انا حباه. وزي ما قلت لكم النار متوسطه واقل من المتوسطه شويه، بس مش واطيه على الاخر، لحد طبعا لما اخلص الكميه كلها. مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده، والله بيكون طعمه جميل قوي قوي، اطعم بكتير من اللي عليه بيض. بخرجه طبعا على طبق كده فيه منديل ورق لحد ما يتشرب الزيت منه كله. وبألف هنا. عملت معاه مكرونة وسلطة وشوية مخلل، وعندنا العيش الفلاحي ده. بألف هنا على اللي كل. نفذوا الطريقة يا رب تعجبكم، والسلام عليكم.